جيبي غير زوج دجاجات وروحي نخدموا 120 حبه بوريك تكفيك شهر كامل نتاع رمضان وانتي متهنيه. من ناحيه ليك تعبه كبيره كبيره، ولا اذا عندك مناسبه ولا عرس اروحي ادي هذه الطريقه ونضمن لك باللي الناس كامل تبقى تهدر لك على البوريك تاعك يهبل مع السر اللي يخلي البوريك مقرمش قرمشه كليه لاطول مده ممكنه مع طريقه الطياب والنصائح كامل راح تلقاهم في هذا الفيديو. وتبعي ميم هذه الطريقه اللي راكي تشوفي فيها في الترتيب ثاني راح تنحي عليك جهد ووقت كبير في اللف نتاع اوراق البوريك. بالنسبه للوصفه تاعنا جيبي لنا زوج دجاجات كما قلنا في البدايه، قبلها اسمعوا لي برك القرمشه حتى وتخليه نص ساعه ولا ساعه ولا يبقى محافظ عليها. شوفوا قلنا عندكم زوج دجاجات حجم كبير يكونوا من كيلو ونص وطلع، لازم يكونوا كبار هكذا باش يديروا لكم 120 حبه ولا تفوت. تقدر دير لكم 100 اذا عمرتوهم بزاف. انا ما نعمرهمش بزاف الحبات الساوعين نحبهم هكذا مقرمشين والحشو يكون قيس. المهم جيبي الدجاج تاعك نحي لهم الزوائد تاعهم اغسليهم، نحي الجلده هذيك مره اسلخيها افضل يعني افضل. ونروحوا نحضروا البصل نتاعنا. بالنسبه لكميه البصل راح تكون قد الحجم نتاع الدجاج اللي عندنا. اذا كانت الدجاجه تاعك الوزن تاعها 2 كيلو فراح ديري 2 كيلو بصل، اذا كانوا زوج دجاجات تاعك يوزنوا 4 كيلو راح ديري 4 كيلو بصل. فهمتوا كيف تمشيه؟ يعني هنا انا الدجاجات تاعي كبار فمباشره درت 4 كيلو بصله. تقطعوها هكذا جوانح وما تخافوش منها. يوي تجي نقول لكم لا غوسيت هذه تهبل. ديروا 4 كيلو بصله مقطعه جوانح وجيبوا كوكوطه كبيره ولا حاجه وين تهزلكم هذه الكميه كامله. الافضل كوكوط هكذا باش تزربوا في الطهي ما تقعدوش مطولين معاه، باسكو ما ديروهاش في كوكوطه راح تحكم لكم الطهي تاعها مده ساعه هكذاك تقريبا ولا اكثر. المهم حطوا الدجاج تاعكم كامل مع البصل، فلفل اسود مغرفه كبيره، ملح مغرفه كبيره، كزبر، زيت كميه مليحه، ديروا واحد النص كيس نتاع زيت، اغلقوا عليه الغطاء ونقصوا على النار وخليوها تطيب في قلها. ما تزيدوا حتى قطره ماء، لازم تطيب في ماها. شوفوا هذا الماء راهو تاع البصله والدجاج طلقوهم. نحيوا الدجاج تاعنا كي يطيب، شوفوا نحيوا الدجاج تاعنا والبصله هذيك اي تبقى بالماء تاعها، ما تطفيوش عليها خليوها على النار. نحيوا الدجاج تاعكم وابداو ديزوسيوه، نحيوا هذاك العظام اللي فيه والجلده. الجلده قلت لكم نحيوها من الاول تنحي عليكم باش ما تضلوش تتعبوا ولا. وفتوا الدجاج تاعكم قطع صغيره. وهذا البصل نتاعنا شوفوا كيفاه يبقى، شفتوا الماء هذا تاعو مزدنا له حتى قطر عليها قلت لكم يجي بنين طيب منه فيه بدون اضافات. شوفوا كيفاه بعد ما تشوفوا الماء تاعكم نظف بقى لكم غير الزيت، روحوا جيبوا ربطه كامله نتاع معدنوسه وحده كامله، تحبوا حتى ديروا زوج يجي بنين. قطعوها هكذا وخليوه حتى تشوفوا الماء نشف تماما. اهم خطوه انه الماء تاعكم ينشف تماما باش يبقى لكم البوريك مقرمشه. والدجاج تاعنا اللي فتتناه نكونوا حاطينه ايضا في كسكيس ويقطر ما يبقاش فيه الماء مره. نجيبوا البيض راح تحتاجوا من 10 حتى ل 20 بيضه. انا نهضروا على كميه نتاع 120 حبه بوريك باش ما تخلعوش في الكميه. انا هنا درت 12 برك، يعني تقدروا تتحكموا فيهم كما تحبوا، بصح كل ما نشفتوا الخليطه تاعكم مليح كل ما بقيتوا محافظين على القرمشه لاطول مده ممكنه. ساعات حتى انا يبقى لي في السحور ويبقى لي مقرمش. شوفوا الدجاج تاعنا كيف فتناه وشوفوا كيف راني حطاته في الكسكيس باش يكتر. وهذه البصله نتاعنا بعد ما زدنا لها البيض تشيحوها تماما، وركزوا لي على كلمه تشيحوها تماما باسكو كنت تخليو فيها الماء هذاك الماء راح يطري لكم عفوا البوريك تاعكم، وهذيك هي العفسه اللي تخلي لكم البوريك يجي طري وما يبقاش مقرمش. شوفوا الخليط هذا واش يجي بنين يسخف. دوكا نضيفوا له هذاك الدجاج اللي كنا قطرناه، ما يكونش كتر لكم منه بزاف يعني ديجا نكونوا حنا هزيناه مقطر، ونخلطوا الخليط هذا ندخلوه مليح في بعضها. ما نضيفوش الفورماج تاعنا لهنا في هذه المرحله، نفضل انه الفورماج تضيفوه وحده هكذا باش كي تاكلوا البوريك تاعكم يجيكم مفرمج بالشكل اللي راكم حابينه. وهنا كي تعودوا تخلطوا فيه نصيحه جيبوا كسعه ولا جفنه ولا حاجه كبيره وخلطوا فيها، خاصه كي يكونوا كميات كبيره. بنعرف قلت لكم المعلومه ما قلت لكمش معليش في الاعاده افاده. بالنسبه للتقطيع جيبي البوريك تاعك وقطعيه هكذا من النص وست فيهم هكذا بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. هذه التستيفه تساعدكم بزاف. كل ما كان البوطاجي تاعك كبير ويهز راح يساعدك. وروحوا دوكا للفورماج. نوعيه الفورماج مهمه بزاف في البوريك، لازم تكون نوعيه مليحه. انا استعملت هنا وليد، بالنسبه لي حاليا هو افضل جبن يعني تقدروا تخدموا به وتستعتمدوا عليه في البنه. بنين كي نقول لكم بنين ماشي اقتصادي بنين. هنا شوفوا نجيبوا لابوش ومزلت ما شريتش لي بوش، شوفوا علقوا عليا في التعليقات باش نروح نشريهم. جيبوا لابوش تاعكم
نفس الشيء درت في ساشي تاع كونجيلاسيون خدمت. المهم ديروا بالطريقه هذه ثاني راح تساعدكم في الفورماج. تحبوا ديروا ثاني تزيدوا شويه شيدار ولا فورماج رابيد تقدروا تزيدوا، بصح من تجربتي جربتها انه كي تحطوا البوريك تاعكم في الكونجيلاتور الجبن المبشور تروح له الفعاليه تاعو يعود ما يتكسلش هكذا ويعود ماهوش بنين، يعني عن تجربه. فبالتالي خدمت مباشره بهذا الفورماج وصاي ما زدتش المبشور. بالنسبه لطريقه اللف يعني سهله، كل وحده كيفاه تلف. انا نديرو هكذا وندور هكذا باش ما يجينيش البوريك العجين هذاك ما يجينيش فيه بزاف، يعني كي نديرو نص حبه ومن هنا نربحوا ثاني كميه. شغل ساشي باكي تاع بوريك فيها 10 دير لك 20 حبه احسن من انك تستعمليها كامله. نجيبوا هاد العلب نتاع الكونجيلاسيون راهم يتباعوا عند محلات لوازم الحلويات. انا شريتها من عند سميره تيفي اللي جاي في الهبطه تاع الجنان. وشوفوا بنفس الساشي هذيك اللي تلقاوها بين الحبه والحبه تدبيره برك نفس الساشي باش ما تضلوش تفسدوا في بابي فيلم ولا استعملوه بين الحبه والحبه. نستفوا الحبات تاعنا كامل هكذا. واذا خفتي من اختلاط الروائح في الكونجيلاتور احكمي العلبه تاعك هكذا كيما راهي، عاودي زيدي ديري لها البابي فيلم. وهذه هي النتيجه النهائيه. كل علبه من هذو راهي تهزلك 20 حبه بالتمام والكمال. انا هنا راني دايره 80 حبه. شوفوا 60 درتهم البارح والباقيين نكمل فيهم اليوم. ناس تروح ترقد على بالكم. شوفوا لا فارس هذه طيبتها قولوا ل10 تاع الليل ولا باش وجدت لي خليتها بردت ولا ل11. المهم لقيت روحي على 12 قاعده نلف. هيا درت 60 وغدوه قلت نكمل الباقي. المهم هذه هي النتيجه النهائيه. يوتنحي عليكم شده في رمضان. كل ما ديروها تفكروني كي تجبدوا تقليو ويجيكم بنين تفكروني وادعيوا لي ادعيوا لي دعوه خير. هذو اللي بقاو الاخرين هذو الاخرين اللي بقاو ما بقات لهمش لا فارس بزاف رحت قليتهم لهم. ومن بعد جيت نحل الحبه لقيتها ما فيهاش مره قلت خاضيك تبهديله دوك نحلها قدامهم. وليت قلت نورمال يا خيا ما عادش بيناتنا، يعني رانا عائله جزائريه وكامل هكذا. المهم وكلتهم هذو اللي ماهوش معمرين مليح والباقي خبيتهم. قولوا لي نتوما ثاني ديروها نفس التخميم ولا المهم خبيوهم والله غير يبقى لكم هو ما يروح ما يجي. وسلام تلاقيو ان شاء الله في فيديوهات قادمه.